فلا ينبغي أن يرتاب أي مسلم في أن الله سبحانه لا يريد بإطاعته إلا إطاعته فيما يوحيه إلينا من طريق رسوله من المعارف والشرائع. وأما رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فله حيثيتان حسب ما توضح الآية: حيثية التشريع بما يوحيه إليه ربه من غير كتاب، وهو ما يبينه للناس من تفاصيل ما يشتمل على إجمال الكتاب وما يتعلق ويرتبط به، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والثانية ما يراه من صواب الرأي، وهو الذي يرتبط بولايته في الحكومة والقضاء. قال تعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله. فطاعة الرسول هي طاعة لله تعالى، وهما مقترنتان بالعطف. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وكيف يمكن طاعته ورد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله إذا كانت سنته لا يحتج بها حسب القرآنيين، أو كانت غير محفوظة؟ وعلى هذا القول يكون الله قد أحال عباده إلى شيء لا وجود له، وهذا من أبطل الباطل ومن أعظم الكفر بالله وسوء الظن به. قال الله تعالى في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال أيضا في آية أخرى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فكيف يوكل الله سبحانه إلى رسوله صلى الله عليه وآله تبيين المنزل إليهم وسنته لا وجود لها أو لا حجة فيها؟